مساء الخير عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده في ريفيو جديد من مشروع ماونتن فيو اي سي تي 6 اكتوبر. حابين ان احنا نوريكم كده ابديت للكونستراكشن ونقول لكم كده ريفيو سريع عن معلومات عن المشروع وعن التطورات اللي حصلت. لما بنقول ماونتن فيو اي سي تي فاحنا بنتكلم في فكره مدينه ذكيه موجوده في 6 اكتوبر، بالتحديد في منطقه التوسعات الشماليه وخلف مول العرب ونادي الصيف. اللوكيشن ما بين محور البوليفارد ومحور النوادي. فكرة المدينة دي فكرة كده مختلفة شوية. المدينة على مساحة 480 فدان، متقسمة ل5 بارك. كل بارك منهم ليه أسلوب حياة ولايف ستايل مختلف عن التاني. طبعا المدينة دي حياة متكاملة فيها كل حاجة احنا محتاجينها. هنلاقي مدرسة انترناشونال اوريدي خلصانة واوريدي بتشتغل السنة دي، هنلاقي كوميرشال اريا، هنلاقي عندنا نادي على مساحه 16 فدان فيه كل الاكتيفيتي اللي احنا محتاجينها. فاحنا اوريدي ميزه المدينه دي ان احنا مش محتاجين نطلع براها. طيب لما بنيجي برضو ونقول فكره ان هي مدينه ذكيه، عشان انا العربيه استخدامي في المشروع مش اكتر من 10%، 90% الباقي بستخدم طرق مختلفه. ليه؟ عشان المدينه مصممه ان هي تبقى 3D. يعني ايه 3D؟ يعني انا عندي 3 طرق مختلفين ما بيتقطعوش خالص مع بعض، طريق للعربيات وطريق للاي كار او ما يعني نفس فكره الجولف كار، وطريق تاني للمشاة. ليه الفكره دي؟ على اساس ان انا تبقى مدينه ذكيه، تبقى مدينه خاليه من التلوث، يبقى انا عندي اطفال او حاجه يتمشوا براحتهم انا مش قلقان عليهم خالص. فدي من الحاجات اللطيفه جدا في المدينه. واحنا هنا دي كانت اول مرحله اتطرحت وهي اسمها كلاب بارك. كلاب بارك بتتسلم السنه دي اواخر 2020، بنتكلم في حوالي كوارتر، وبدايه السنه الجايه. واوريدي الفتره اللي فاتت دي طرحنا مرحله جديده اسمها ام في بارك ذا ليك. ميزه المرحله دي ان هي كلها على ووتر فيتشر وليك، ومن التايبس الظريفه جدا. ذا ليك عندنا فيها ايه التايبس اللي موجوده عندنا فيها شقق ما بين جاردن وما بين تيبيكال وما بين بنت هاوس. عندنا اي فيلا، الاي فيلا سواء بجاردن او سواء ميدل او بروف. عندنا تاون هاوسز، عندنا فيلا ستاند الون بتايبس مختلفه جدا. ده سريعا كده على ماونتن فيو. طبعا من الحاجات اللطيفه جدا الاسعار عندنا، يعني من الاسعار اللي هي مناسبه ومن الاسعار التنافسيه جدا في الماركت، بطرق سداد بتوصل لحد 9 سنين. ده يعني من الحاجات اللطيفه جدا. طبعا لو عندكم اي سؤال او اي حاجه محتاجينها طبعا يا ريت تبلغونا، وحابين برضو نعرف منكم محتاجين ريفيو على ايه الفتره الجايه. ميرسي جدا ليكم ويومكم سعيد يا رب. شكرا.